السلام ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. جيتكم اليوم بريسيت الكب كيك. وديتكم وصفتي المفضلة ما شاء الله، تجيني بنينة على الاخر. نخلوها كيما هكا كيما النجم، وزادة نزينوها بالكريم من فوق، معاليين ومنفوخين ومنفجين من داخل. كيما النجم، وزادة نزينوهم باللوز والا باي نوع متاع فاكهه من فوق، والا بالكاكاويه اللي متوفر عندك يعني. وزادا خلوهم سامبل، يجونا بنين زادا. حصيلو ريسات بنينة على الاخر، احترافية. كيما زادا نجمو نستعملوها كمشروع منزلي مربح، اللي حب يعني يستعملهم مشروع يسترزق منه، واللي حب زادا يعمل ليه هو صحة وبشفاء للناس الكل. ما شاء الله طرية على ما أحلاه. مكونات بسيطة يعني نتصور موجودة في كل دار. في التحضير كما النجم زاد نعملوا بوتي للصغار في الروضة ولا المدرسة، حاجة بنينة يعني مصنوعة في الدار بحاجات مضمونة، معناها من غير مكونات حافظة وإلا المكونات هذيك اللي يخدموا بها. شوفوا كيفاه من داخل يجيكم مشوش وخفيف على الاخر، حاجة بنينة على محلاها. اول مرة تدخلوا للقناة نتاعي ما تنسوش الاعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش كل رسالة انهبتها والا كل وصفة انهبتها توصلكم. تنسوش زيادة تبارتاجوا الفيديو مع الاحباب والاصحاب باش تعم الفايدة على الناس الكل. ومرحبا بكم الناس الكل. هو كل منظر محليه، هو كل بينا ما نحكي لكم باش تعمل 66 كيك والطريقة بالتفصيل، ما تفوتوا حتى مقطع باش تتحصلوا على كعبية كاب كيك بنين على الاخر. بعضنا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. اللي هنا خذيت شطر كيس متاع سكر، معناها ما يعادل 150 جرام، يعني راهي كميات مضبوطة، يعني المقادير مضبوطة، يجيكم الحلاوة معدلة. وإلا كيما تنجموا تزيدوا في السكر، كيما تنجموا تخلوها كيكة. مقدار 150 جرام متاع سكر. وخذيت كيس ناقص صباع متاع حليب ما يعادل 200 مليلتر. وخذيت شطر كيس متاع زيت ما يعادل 100 مليلتر. وخذيت كمية متاع فرينة غربلتها يعني جاتني 2.5 في كيسين، يعني من الكيسين اللي كيلت بيهم 300 جرام الكل في الكل. وخذيت كمية 25 جرام متاع نشاء كاكاو مر غرفة معبية برشا. وخذيت كعبة سكر فاني وكعبة خميرة مرطبات ورشة متاع ملح. وخذيت كمية متاع بيبي دي شوكولا باش نزين بها الكب كيك من فوق. اللي هنا نمشي لطريقة التحضير. خذيت صحفة باش نخلط فيها الخليط متاعي. حطيت كعبتين متاع ضم مع رشة متاع ملح، ونخلطهم بالباتير كيما تشوفوا. ومن بعديك نبدأ نزيد في الكمية متاع السكر على دفعات، يعني كل مرة نحط شوي ونبدأ نخلط بالركاد حتىش نشوف القوام تبدل الكولير متاعه ولا أبيض كما قاعدين تشوفوا. من بعد نضيف كعبة السكر فاني ونخلط. ومن بعد نضيف الكمية متاع الزيت بشوي بشوي ونكمل الخليط حتىش نشوف المكونات كلها دخلت في بعضها. نزيد عليهم الكمية متاع الحليب، صب شوي بشوي زادة ونخلط. ومن بعد نضيف الكمية كل متاع النواشف. حطيت الفرينة الكليكا كيما قلت لكم راهي مقادير مضبوطة، يعني مقادير مضبوطة من غير لا نزيد لا نقص. وصبيت عليه الكمية متاع الكاكاو والباكو متاع خميرة المرطبات ونكمل نخلط بالطريقة هذيك. شوفوا لهنا الخليط اللي لازم نتحصل عليه، يعني ما يكونش جاري، لازم يكون بالقوام هذا، يكون عقد شوي كي نعمل هكاك بالمغرفة. يبقى الخليط الفوق ما يهبط بسهولة. خذيت لي بلاطو متاع البانكيك باش نطيب فيه الكعبيت ونحطوا فيه الكاسات الورقية هذيك.
يعني كان باش نستعملوها مشروع باش نبيعوا منه، هذوكم لازم منهم. إذا تحبوا تعملوا كعبة في الدار عادي، ندهنوا البلاطو بشوي زيت وفارينة ونصبوا الخليط. هنا حطيت الخليط في الكيس هذاك باش يسهل عليا، ما معناها ما نبقاش نحط بالمغرفة. واذا ما عندكمش يعني البلاطو هذا، نجموا نستعملوا اكل الكيسات الالمنيوم، يعني الصغار هذوكم اللي زاده نشكلوا فيهم الكعبات البانكيك هذوما باهيين زاده على الاخر. نجموا نستعملوهم مرتين ولا ثلاثة والا اكثر، يعني سهلين على الاخر، يعني حاجه باهيه. نحط فيهم الاوراق ونزيد نحط فيهم الكميه متاع الخليط. ناخذ اللي هنا البيبي دو الشوكولا ونبدا نزين في الكعبات متاعي كليكا من الفوق، حصيلو شخشختهم بالشوكولاته. اللي هنا نكون مسخنه الفور على درجه حراره 200 درجه من اللوطه بركه، يعني كي نشوفهم بداو يطلعوا نزيد نحل عليهم اللوطه من الفوق. حاصل قعدولي في الفور 15 دقيقه قد قد. اللي هنا خرجت الكعبات متاع البانكيك، ما شاء الله وتبارك الله كيما قاعدين تشوفوا، بنين على الاخر، الحلاوه معدله، يعني كميات مضبوطه، حاجه بنينه على الاخر، طري 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 يهبل وكل الريحه زاده ما نحكي لكمش. حاجه بنينه ما شاء الله، ان ودكم ولا نشهيكم، وان شاء الله تجربوا الريسيت متاعي وان شاء الله تعجبكم. ونتلاقوا في فيديو جديد وريسيتات اخرى. ومرحبا بكم مرة أخرى، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش كل فيديو نهبطه يوصلكم. باي باي.